السماء ويغذي نجاحها. تقدم بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الشعراء الذين أقاموا سهروا على إقامة هذا الحفل الشيق وهذه المناسبة السعيدة. حاولت في درسي المتواضع أن أجعل الطلبة ملمين ببعض الجوانب ليكونوا علمها جيد. أعجبت كثيرا بالتجاوب الذي برهن عنه الطلبة، أعجبت بمستوى العام للطلبة الذين شاركوا، والصحافة المغربية تكون بخير إن شاء الله مع هذه الوجوه الطيبة التي شفناها اليوم. أتمنى لهم النجاح، أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وأبقى رهن إشاراتهم. وشكرا. شكرا. هو يوم لتقديم كتاب السي محمد برادة، وأيضا لدرس افتتاحي كما علمت أنه الأول من نوعه في الكلية في ماستر الصحافة. وأنا سعيد بالتواجد مع ثلة من المتدخلين، ولكن أيضا وسط الطلبة، وأعتبر أنها سعادة عاقلة على اعتبار أن وجود واحد المسلك ديال الصحافة هو ضمانة علمية وأكاديمية على الارتقاء بالصحافة وعلى التفكير في الصحافة، وأيضا على ممارسة الصحافة وتفعيل كل المنظومة الأخلاقية والديونتولوجية المرتبطة بها. وهذا مسألة يعني مطمئنة جدا. بطبيعة الحال يأتي هذا اللقاء في واحد الفترة التي تعرف يعني أسئلة وبعض التعثرات والارتباكات كثيرة اللي تهم الحقل الإعلامي الوطني، والتي يعني تسائلنا جميعا. ولعل السي محمد برادة هو أحد العقول الأساسية من بنات من الماهدين كما يقال في مجال الصحفي، ليس فقط من باب التوزيع ومن باب أنه كان مؤسس أول شركة للتوزيع في المغرب، وأنه حرر التوزيع من يعني الأدوية التي كانت مرتبطة بفرنسا إلى آخره، بل لأنه أيضا هو شريك في صناعة الصحافة الوطنية، وعاش كل مراحلها وكل مخاضاتها، وكان دائما مخاطب جدي ويعني عاقل بالنسبة لأصحاب القرار وأيضا للمهنيين. وكان سي محمد ولا زال يعني واحد رجل مرجع فيما يتعلق بهذا المجال، وأعتقد أن إفادته مهمة ليس فقط عن طريق توثيق الكتاب شغف وإرادة، بل أيضا من خلال متابعته ومحاورته لجميع مكونات الحقل الإعلامي. نجد سعيد بالمشاركة في هذه الجلسة العلمية وفي هذا الدرس الافتتاحي الأول لماستر التميز في الصحافة والإعلام والإجازة التميز في الصحافة والإعلام هنا بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بن ملال. سعيد كذلك لأنها أول مشاركة علمية لي في هذه الكلية التي التحقت بها أستاذا باحثا. هذا الدرس الافتتاحي اليوم كان مميز كذلك لاعتبارين اثنين. أولا للضيف الذي استضفناه وهو محمد عبد الرحمن برادة، وهو شخصية تاريخية، يعني لا يمكن أن نتحدث عن تاريخ الصحافة والتوزيع بالمغرب دون أن نتحدث عن محمد عبد الرحمن برادة. هذا الشخص الذي اقتحم الصعاب وكان له الفضل الكبير في تأسيس شركة مغربية للتوزيع بعدما كانت شركة فرنسية أو أجنبية هي التي تحتكر التوزيع. إذن هو شخص تخطى الصعاب، هو شخص آمن بحلم وتحقق. الاعتبار الثاني هو أننا في هذا الدرس الافتتاحي ارتبطنا بالصحافة والإعلام التي هي اسم هذا الماستر والإجازة المهنية، وبالتالي فهذا عرف دأبت عليه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن ملال من أجل تقريب قامات إعلامية، من أجل تقريب قامات ساهمت في صنع الصحافة المغربية والتأريخ للصحافة المغربية للاستفادة منها. بالطبع مداخلتي في هذا
الدرس الافتتاحي كان حول التوزيع بالمغرب، بمعنى حاولت الوقوف عند عوامل نجاح تأسيس شركة مغربية 100% برغم الصعوبات، رغم الإكراهات، رغم التحديات التي كانت صاحبتها في البداية، لكنها نجحت من أجل الوصول أو تحقيق الشعار الذي كان مرفوعا آنذاك، وهو جريدة لكل مواطن. للأسف الشديد هذه التجربة الجميلة لم يكتب لها النجاح في نهايتها لاعتبارات عديدة جدا ذكرها المؤلف في كتابه، ولكن نحن نستشرف مستقبل ونؤمن بأن المستقبل سيكون أكثر رحابة للصحافة المغربية. وهل تعتقدون أن الصحافة التقليدية ما زالت قادرة على المنافسة؟